السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة كده ان شاء الله هنبدأ كده نعمل مع بعض الكنافة البلدي. دي كده مية عادي من الحنفية ومعلقة ملح. احنا هنعمل في شفشق ولا اي حاجة علشان ممكن ما نستخدمش كمية المية دي كلها. هندوق المية، هنظبط الملح بتاعها، نخليه ملح خفيف كده. نحط في الكبة ولا الخلاط كده، نضيف المية وهنضيف كمان الدقيق، وهنبدأ نضرب لحد ما نشوف العجينة تبقى مظبوطة. وبكده العجينة اتظبطت، هنبدأ نصفيها بقى من مصفاية سلك ولا حاجة زي كده. بعد ما نصفيها، احنا بنصفيها من تكتلات، من لو فيها تكتلات ولا اي حاجة بتطلع في المصفاية، عشان الكنافة تنزل معاكي من الفتحات الضيقة بتاعت العلبة اللي انتي هترشي بيها الكنافة. زي ما انتوا شايفين كده. الكنافة دي ينفع ان احنا يعني بصوا، شايفين دي ازازة زيت عادي. انا خرمتها بسكينة رفيعة او مسمار او اي حاجة رفيعة. سخني على النار وخرميها كده خروم رفيعة جدا، لان احنا كده صفيناها من المصفاية، فهتنزل من اقل خروم، اقل فتحات هتنزل منها. بصي، الفرنة سخنة تحت بس مش فوق. بنمسح مسحة صغيرة بقماشة وحبة زيت، زي ما انتوا شايفين، بنرش بالطريقة دي وبنطلع، ولا بيختمر ولا اي حاجة، مش بياخد وقت معاكي زي ما انت شايفة. وهيطلع معاكي كنافة، تطلع معاكي زي الفل. ممكن تعمليها على صينية فوق البوتاجاز، ممكن تعمليها في صاج الفرن، الفرن البوتاجاز برضو. بس سخني تحت قوي وقربي النار من تحت زي ما انتوا شايفين كده. كنافة طالعة جميلة وطعمها تحفة. اتمنى منكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. زي ما انتوا شايفين كده، كيلو دقيق يقطع معاكي تقريبا بتاع 3 كيلو كنافة. انتوا عارفين طبعا سعر كيلو الكنافة بقد ايه دلوقتي بره، والحاجة غالية، والاسعار يرحمنا ربنا منها. الطريقة دي هي مش بتاخد وقت اساسا خالص، زي ما انتوا شايفين. وبكده نكون خلصنا الكنافة. وبراحتك بقى، عايزة تضيفي لها سكر، عايزة تاكليها كده، عايزة تضيفي لها عسل. انا صراحة هضيف لها عسل اسمر زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، خفيفة جدا. كمان دي مش الكمية كلها. اتمنى منكم تجربوها، ويا رب تنال اعجابكم يا رب. وبكده نكون عملنا مع بعض الكنافة البلدي بأقل التكاليف وبأقل الإمكانيات وبأسهل طريقة كمان. طعمها جميل جدا جدا، والعسل الأسود مديها موديها في حتة تانية خالص. واخدين بالكم؟ كده نكون خلصنا الكنافة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.